بيبدأ مسلسل النهارده مع ريك، وبيكون شغال ظابط وقاعد مع صاحبه واللي بيكون زي اخوه واسمه شين. وبيجي لهم مكالمة على لاسلكي، وبيعرفوا ان في مجرمين هربانين قريب منهم، فبيتحركوا على هناك وبيسيبوا كمين للمجرمين، وبيوصلوا بيعدوا على الفخ والعربية بتتقلب. وبيخرج واحد من المجرمين وبيضرب على ريك وبيوقعه على الارض، وبيكون لابس واقي ومش بيحصل له حاجة. بس بيظهر مجرم تاني كان مستخبي وبيضرب عليه، والمرة دي بيتصاب. وشين بيكلم الاسعاف وريك بيدخل المستشفى، وبيكون في غيبوبة وبيفوق بيلاقي الورد دبلان والأجهزة مش شغالة، ويقعد ينادي على اي حد عشان يساعده بس ما بيكونش فيه رد. وبيطلع بره الاوضه وبيكون المستشفى مهجوره، وبيوصل لعند باب مكتوب عليه لا تدخل الموت بالداخل. وبيكمل طريقه وبيخرج بره المستشفى، وبيلاقي معدات الجيش موجوده حوالين المستشفى بس مفيش حد. وبيلاقي عجله وبيروح يركبها عشان يروح للبيت، بس بيلاقي في نص جثه بتتحرك ناحيته وبيكون عايزه تاكله، بس بيسيبها وبيوصل لعند بيته. وبيدخل وبيقعد ينادي على عيلته بس مش بيلاقي حد وبينهار، وبيقعد يضرب في نفسه عشان يفوق، وبيكون فاكر نفسه لسه في غيبوبه. وبيروح يقعد قدام البيت بس بيجي ولد صغير وبيضربه على دماغه، وبيكون هيخلص عليه بس ابوه بيوقفه وبيعرفه انه مش مصاب. وبيفوق ريك وبيلاقي نفسه مربوط، وبنعرف ان اللي ربطه اسمه مورجان. وبيسأل مورجان ريك عن سبب الإصابة، وبيسأله لو اتعدى أو اتخربش، وريك مش بيكون فاهم هو يقصد ايه، بس بيعرفه انه مصاب من طلق ناري. وبيفك مورجان وبيقعد ريك عشان ياكل، وبيبدأ مورجان يعرفه اللي حصل في العالم. وبيحكي له ان الموضوع بدأ من فترة والناس اتحولت وبقت عدوانية وبيهجموا على أي حد عشان ياكلوه، وان كل اللي في الشارع دول مش بشر وانهم زومبي وبيطلق عليهم السائرون. وريك مش بيكون مستوعب، وبيكونوا قاعدين وفي انذار عربيه بيشتغل، وبيبصوا من الشباك بيلاقوا الزومبي حوالين العربيه. وبتظهر واحده ست، واول ما ابن مورجان بيشوفها بيروح يعيط، وبيفضل ريك مراقبها لحد ما بتوصل عند الباب وبتحاول تفتحه، وبيسيبها ريك وبيرجع لمورجان. وبيعرفوا مورجان ان الست دي تبقى مراته وهو مش قادر يقتلها. وبيجي تاني يوم وبيعلم مورجان ريك ازاي يقتل الزومبي، وبيعرفوا انه لازم يضربهم في دماغهم. وبياخدهم ريك وبيروح على مركز الشرطه، وبيكون في ميه وبيستحموا وهم مبسوطين. وبيقول مورجان ريك انه سمع في الراديو ان في مكان اسمه اتلانتا كان تابع للحكومه، والناس كانت بتروح هناك عشان تستخبى. وبيروح ريك وبياخد شويه اسلحه، وبيدي مورجان سلاح عشان يقتل مراته، وبيستعد ريك عشان يروح لاتلانتا، وبيدي مورجان لاسلكي عشان يتواصلوا، وبيعرفوا ان كل يوم الفجر هيكلموا عليه. وبيرجع مورجان على بيته وبيحاول يقتل مراته بس مش بيقدر. وبيرجع ريك للمكان اللي كان فيه نص الجثه وبيخلص عليها عشان يريحها، وبيكمل في طريقه وبيتكلم في اللاسلكي على امل ان حد يسمعه. وفي مجموعه بيسمعوه بيحاولوا يعرفون المدينه متدمره ومليانه زومبي. وبيظهر شين ولوري مرات ريك وابنه كارل، وبنعرف ان لوري وشين اتجوزوا عشان هما فاكرين ان ريك ميت. وبنرجع لريك وعربيته بتخلص بنزين، وبيلاقي بيت على الطريق وبيروح يدور على بنزين، بس بيلاقي اصحاب البيت مقتولين وبيلاقي حصان وبيروضوا وبيتحرك بيه. وبيوصل لعند حدود المدينه وبيدخل بيلاقيها مهجوره وما فيهاش حد. وبيشوف طياره وبيجري وراها، بس بيقابل في وشه مجموعه كبيره من الزومبي وبيحاصروه من كل حته وبيقع من على الحصان. وبتقع منه شنطه الاسلحه وبينزل تحت الدبابه ويكون الزومبي حواليه، فبيطلع مسدسه وبيقعد يقتل فيهم. وبيكون خلاص يائس وهينتحر، بس بيلاقي باب الدبابه مفتوح وبيدخل منه، وبيلاقي زومبي وبيضرب عليه بالنار بس صوت الطلقه بيتعبه. وبيكون يائس بس في حد بيكلمه على سلكي وبيقول له عبيط عجبك قعده الدبابه. وبيكلمه ريك وبيعرفه انه شايفه من فوق، وبيعرفه انه عند مبنى وبيطلب منه يتحرك بسرعه وهو هيساعده. وبيخرج ريك من الدبابه وبيقعد يضرب نار على الزومبي لحد ما بيقابل الشخص اللي كان بيكلمه، وبيطلعوا جري على السلم وبيكون وراهم الزومبي. وبنعرف ان اللي بيساعد ريك اسمه جلين، وبياخدوا جلين لعند جماعته وبيأمنوهم الطريق وبيدخلوا. واول ما بيدخل ريك بترفع عليه اندريا السلاح لانه ضرب نار وعمل صوت عالي، والزومبي جمله عندهم وبيسمعوا صوت ضرب نار وبيطلعوا جري على فوق. وبلاقي مورال عمال يقتل في الزومبي وتيتوك بيتعصب عليه لان كده الزومبي هيجوا على الصوت وهيحاصروهم من كل ناحيه، بس مورال مش بيعجبه كلام تي دوج وبيضربوا في بعض. وريك بيحاول يفضي ما بينهم بس مورال بيضرب ريك وبيكمل ضرب في تي دوج، بس ريك بيكلبشه وبيفكروا في طريقه عشان يخرجوا بيها من غير ما يقابلوا الزومبي في وشهم. فبتقول لهم جاكي انهم ممكن يهربوا عن طريق المجاري، وبيقرر جلين وموراليس انهم ينزلوا يتفقدوا المجاري. وبيروح ريك مع اندري عشان يراقبوا الباب. وبيوصل جلين وموراليس لعند نهايه المجاري وبيلاقوها مقفوله بحديد ووراها زومبي. وبنرجع لريك وبتكون اندريا ماسكه سلسله، وبتعرف ريك ان عندها اخت بتحب الحاجات دي، فبيقول لها ريك ما تاخديها. فبتقول له اندريا اعمل كده ازاي وفي شرطي بيراقبني، وبتساله لو يعتبر سرقه. فبيقول لها ريك دلوقتي ما بقاش فيه قوانين شغاله، بس الزومبي بيكونوا خلاص هيدخلوا المكان. فبيطلعوا لفوق وبيفكروا هيعملوا ايه، فبيسالهم ريك ايه الحاجات اللي بتجذب الزومبي، فبيعرفوا ان الزومبي بيجذبهم الصوت والريحه. فبيقرر ريك يجيب زومبي ويقطعه عشان يحطوا عليهم ويبقى ريحتهم زي الزومبي ويقدروا يتحركوا وسطيهم. وفعلا بيعملوا كده، وبيبدا هو وجلين يحطوا احشاء الزومبي عليهم وبيتحركوا وسط الزومبي والخطه بتنجح والزومبي مش بيحسوا بيهم. وتي دوج بيكون قادر يتواصل مع المجموعه اللي بره بس الصوت مش بيكون واضح. وايمي بتكون خايف على اختها اندريا وعايزه تروح تساعدها، بس شين بيمنعها وبيعرفها انه ما يقدرش يخاطر بباقي المجموعه. وبنرجع لريك وجلين وبيكونوا ماشيين والدنيا تمام، بس فجاه الجو بيقلب والدنيا بتبدا تمطر والريحه بتبدا تروح من عليهم والزومبي بيحسوا بيهم، وبيطلعوا يجروا بسرعه لحد ما بيوصلوا عند العربيه وبيمشوا.
وباقي المجموعه بيكونوا فاكرين انهم هربوا وسابوهم، بس ريك بيكون عايز يشتت الزومبي وبيركب جلين عربيه وبيعمل صوت عالي، والزومبي بيجري وراه والمجموعه بتستعد عشان تهرب، وتي دوج بيرجع عشان يفك الكلبشات لموريل، بس المفتاح بيقع منه وبيقعد يتاسف لموريل وبيقفل عليه الباب عشان مفيش زومبي يوصل له، وبيركبوا العربيه مع ريك وبيقعدوا يبصوا لتي دوج، فبيعرفهم انه رجع عشان يفتح الكلبشات بس المفتاح وقع منه، وبيظهر جلين وبيوصل اللي قبلهم لعند المجموعه، وبيكون انذار العربيه شغال وبيخافوا للزومبي يجي لعندهم وبيقفلوه، وبتساله ايمي عن اختها اندريا، فبيقول لها ان هي جايه وراه، وبيوصلوا باقي المجموعه مع ريك وبيقول له مرايس تعالى اعرفك على باقي المجموعه، وبينزل مدرس وبيسلم على بنته ومراته وبيسالوا شين انتوا ازاي قدرتوا توصلوا لهنا، فبيعرفوا ان في واحد ساعدهم وبيقول له مرايس ده شرطي زيك، وبينزل ريك من العربيه وبيتصدم لما بيشوف شين وبيشوف ابنه كارل ومراته لوري وبيجروا على بعض وبيكونوا فرحانين، وبيقعدوا بالليل مع بعض وبيعرفهم ريك اللي حصل معاه، وبيقول لهم ان صحي من الغيبوبه لقى المستشفى متدمره وقعد يدور على اي حد عايش بس ملقاش حد، ورجع على البيت وملقاش عيلته ونهاره وكان فاكر نفسه لسه في الغيبوبه وده حلم، وبيشكر شين عشان قدر ينقذ عيلته ويحميهم في الوقت ده، بس في واحد اسمه اد بيولع نار وبيقول لشين انت كده هتجذب الزومبي اللي عندنا، بس اد مش بيكون مهتم، فبيروح لشين وبيطفي النار وبيعتذر لكارول مراته وصوفيا بنته، وبيكون اد بيعاملهم وحش، وبيرجع شين وبيكملوا كلامهم وبيعرفهم ديل ان داريل اخو ميرل هيرجع بكره من رحله الصيد وهيعمل لهم مشكله كبيره لو رجعوا ملقاش اخوه، بس تي دوج بيعرفوا ان قفل الباب على موريل وانه لسه عايش وهم لازم يرجعوا يجيبوه، وبيجي تاني يوم وبيروح ريك لعند جلين وبيكون زعلان عشان هما بياخدوا اجزاء من عربيته عشان يشغلوا المولد، فبيقول له ريك ما تزعلش هنجيب لك واحده تانية، وبيسمعوا صوت صراخ كارل وبيطلعوا يجروا عليه، وبيكون في زومبي بياكل من غزاله ميته وبينزلوا في ضرب لحد ما بيخلصوا عليه، وبيسمعوا صوت حد قريب منهم وبيطلع ان ده ديرل اخو ميرل، وبيكون متضايق ان الزومبي اكل من الغزاله وكده يكون انتشر فيها العدوى ومحدش يقدر ياكلها، وبيروح نادي على اخوه ميرل بس شين بيطلب منه يهدى وبيعرفوا ان حصل مشكله لاخوه، فبيقولوا ديرل هو مات، فبيقولوا ريك لا بس اخوك عمل مشكله واضطرينا نكلبشه على السطح، فبيتعصب ديرل وبيكون عايز يهجم على ريك بالسكينه بس شين بيقدر يمسكه وبيقول له يهدى عشان يعرفوا يتكلموا، وبيعرفوا ان اخوه على السطح مقفول عليه يعني هو في امان، وبيكون داريل عايز يروح يجيب اخوه وبيقرر ريك يروح معاه، وشين بيحاول يقنعه انه ما يروحش بس ريك بيكون مصمم، وتي دوج وجلين بيقرروا يروحوا معاهم، وبيعرف ريك شين انه وقع منه شنطه في المدينه مليانه ذخيره واسلحه، وبيقول له احنا لازم نوصل لها عشان نقدر نستخدمها وندافع بيها عن نفسنا، وبتكون لوري عايزه تمنع ريك من انه يروح بس ريك بيعرفها انه مدين لشخص وابنه ساعدوه وهو دلوقتي لازم يوصل للشنطه عشان يجيب اللاسلكي عشان يقدر يتواصل معاهم ويلحقهم قبل ما يروح لاتلانتا، وبيكون يقصد بالشخص ده مورجان، وبيروح ريك لعند ديل وبيكون عايز ياخد منه ادوات عشان يقدر يكسر الكلبش، بس ديل بيكون رافض يقول لريك انا اخر مره اديت حاجتي لتي دوج وما رجعهاش لحد دلوقتي، بس بيعرفوا انه هيوافق بس بشرط واحد انه ياخد سلاح من الاسلحه اللي هو هيجيبها وهو محتاج قطع غيار من الشاحنه اللي معاه، وبيوافق ريك وبيقول له باخد قطع الغيار من الشاحنه لما نرجع، وشين بيروح لعند ريك وبيديله كل الذخيره اللي معاه واللي بيكون 4 رصاصات، وبيتحرك ريك وبيكون شين قاعد بيعلم كارل الصيد، وبتيجي لوري وبتاخد كارل وبتقول له ما يبعدش عنها ومش قدرت تتكلم مع شين، وبتكون اندريا وكارول قاعدين يضحكوا بس جوز كارول اد بيقول لهم بطلوا ضحك واغسلوا عدل، بس اندريا بتتضايق منه وبتحدفه بالهدوم في وشه وبتقول له اغسلها انت، فبيتضايق وبيشد كارول وبيقول لها تيجي معاه بس بيمنعوه لانهم عارفين ان هو هيضربها، بس اد بيشدها وبيضربها بالقلم على وشها، وشين بيشوفه وبيروح وبينزل فيه ضرب وبيقول له ما يقربش من صوفيا وكارول تاني والا هيموته، وبيروح لعند ريك والمجموعه اللي معاه وبيوصلوا عند السطح وبيكسروا القفل بس مش بيلاقوا ميرل وبيكون قاطع ايده ومشي، وديرل بيكون منهار وعايز يضرب تي دوج عشان هو السبب بس ريك بيمنعه، وبيبداوا يتحركوا ورا اثار الدم وبيوصلوا عند بوتاجاز وبيكون ميرل كوى الجرح وهرب من الشباك، وبيقول ريك ان ميرل ممكن يغمى عليه في اي وقت وهو ماشي في الشارع بسبب كل الدم اللي خسره، وبيكون ديرل عايز يروح يدور على اخوه بس ريك بيمنعه، وبيروح لباقي المجموعه وبيكون جيمي قاعد بيحفر بقاله كتير، وبيحاولوا يهدوه وبيقولوا له ان الجو حر وهو لازم يريح بس هو بيكون رافض، وشين بيحاول يوقفه عن اللي بيعمله فبيحاول يضربه، وشين بيقدر يمسكه وبيقول له ما تخافش محدش هيأذيك، فبينهار جيمي بيقول انا برضو قلت كده لعيلتي قبل ما الزومبي يدخلوا علينا من كل حته وياكلوهم، وبيكون ده سبب انهياره انه افتكر عيلته، وبنرجع تاني لريك وجلين بيحط خطه عشان يجيبوا بيها شنطه الاسلحه والكل بيوافق عليها، وبيبداوا في تنفيذها والكل بياخد مكانه، وبيتحرك جلين وسط الزومبي لحد ما بيوصل لعند شنطه الاسلحه، وفي واحد بيروح لعند ديرل وبيساله ديرل لو شاف اخوه بس الشخص ده بيقعد يصوت لحد ما اصحابه بيجوا وبينزلوا في ديرل ضرب، وبيوصل جلين لعندهم بيكونوا عايزين ياخدوا منه شنطه الاسلحه لحد ما بتوصل العربيه وبتاخد جلين وبتهرب، وبيكون لسه معاهم واحد من العصابه وبيمسكوه، وبتكون شنطه الاسلحه معاهم والعصابه ما قدرتش تاخدها، وبيرجعوا للمبنى وبيحاولوا يستجوبوا فرد العصابه وبنعرف ان اسمه مجليتو، ومش بيكون راضي يقول حاجه فبيقرر ديرل ايد اخوه وبيرميها عليه وبيقولوا دي ايد واحد من عصابه تانية وكان بيعمل زيك بالظبط، وبياخدهم للزعيم جين عشان يرجع لهم جلين، وبيظهر الزعيم وبيقول له ريك احنا هنديك الراجل بتاعك وناخد جلين ونمشي، بس جي بيكون رافض وعايز شنطه الاسلحه، بس ريك بيرفض وبيظهر تي دوج وهو مقنص على جي، بس جي بيكون مخلي جلين على السطح وبيهدد انه هيرميه من فوق،
فبيرجع ريك وبيجهز شنطه الاسلحه وبيقول له داريل وتي دوج يرجعوا، بس هما بيرفضوا وبيقرروا يروحوا معاه، وبيجهزوا نفسهم ويرجعوا لعند جي من تاني، وبيديهم مجليته وبيطلب منهم جلين، بس جي بيكون رافض وبيقول له هات الاسلحه الاول، بس ريك بيقول له لا وبيرفعوا على بعض الاسلحه، بس بتظهر ست عجوزه وبتنادي على حفيدها عشان محتاجين جهاز الربو، ولما بتشوف ريك بتكون فاكراه جاي يقبض على حفيدها وبتطلب منه ما يقبضش عليه، بس ريك بيقول لها انا جاي بس عشان اسال على واحد صاحبنا، فبتقول له الست العجوز قصدك الراجل الاسيوي، تعالى اوديك ليه، وبيتحركوا معاها وبيطلع ان ده دار مسنين، وبيطلع ان جي واللي معاه كانوا عايزين الاسلحه عشان يحموهم، وبيوصلوا عند جلين وبيكون كويس، وبياخد ريك جي على جنب وبيقول له فهمني اللي بيحصل هنا، فبيعرفوا جي ان هو كان شغال حارس امن هنا وصاحبه فلين كان شغال ممرض، ولما الوباء انتشر كل الشغالين هنا هربوا وهو فضل هو وفلين عشان يحموا المسنين، وباقي رجالته دول يبقوا اهالي المسنين، ولما بيسمع ريك الكلام ده بيقرر يقسم معاهم الاسلحه، وبياخد باقي مجموعته وبيمشي، وبيروح لعند مكان العربيه ومش بيلاقيها، وبيقول ريك اكيد ميرل اخدها، وبيعرفوا ديرل انهم لازم يرجعوا بسرعه لانه هيكون عايز ينتقم، وبنرجع لمجموعه بيكون شين رابط جيمي عشان بيكون خايف عليه، وبنرجع لريك واللي معاه وبيكونوا راجعين جري لجامعتهم، وبنرجع للمجموعه والزومبي بيهجم عليهم وبيهجموا على اد وايمي كمان، وريك واللي معاه بيسمعوا الصوت وشين بيحاول يحمي المجموعه، وبيوصل ريك واللي معاه ويبداوا يقتلوا في الزومبي واللي بيكون عددهم كبير، بس بيقدروا يخلصوا عليهم، واندريا بتكون عند اختها وحزينه عليها وبتموت ايمي ما بين ايديها، وبيظهر ريك وهو بيتكلم على لاسلكي على امل ان مورجان يكون بيسمعه، وبيعرفوا انه لقى عيلته، وبيطلب منه ما يروحش مدينه اتلانتا لانها بقت مدينه اموات، وبتكون اندريا قاعده جنب جثه اختها ومش راضيه تسيبها، وبيروح ريك عشان يتكلم معاها فبترفع عليه السلاح فبيهديها وبيرجع لورا، وجاكي بتاخد بالها ان جيمي مصاب وبتعرف الكل وبيلفوا حواليه وبيقول لهم انا كويس ومفيش حاجه، بس مش بيصدقوه وتي دوج بيكتفوا وبيلاقوه معضود وبيقعدوه بعيد عنهم ويفكروا يعملوا معاه ايه، بس ديرل بيكون شايف ان الاحسن انهم يخلصوا عليه قبل ما يتحول، بس ريك بيكون رافض وبيقول لهم ان مركز مكافحه الامراض ممكن يكون عنده علاج، بس شين بيقول له احنا سمعنا كتير عن الكلام ده قبل نهايه العالم بس ما شفناش حاجه، بس اكيد المكان اتدمر، بس ريك بيقول له الحكومه والجيش هيحموا الاماكن دي باي طريقه، بس ديرل مش بيعجبه الكلام ده كله وبيروح عشان يموت جيمي، بس ريك بيمنعه وبيقول له احنا مش بنموت الاحياء، وايمي بتتحول لزومبي واندريا بتودعها وبتخلص عليها، والكل بيكون زعلان عليها، وبنروح لريك وشين بيعاتب ريك وبيقول ان هو سبب اللي حصل لهم لان اخد نص قوتهم ومشي، بس ريك بيعرفوا ان لو ما كانش مشي ورجع بالاسلحه كانت خسارتهم هتكون اكبر، وبيروح لعند جيمي والحمى بتكون شديده عليه وبيحاول يقاوم عشان ما يتحولش، وبيروح ريك لروري وبيقول لها انهم لازم يروحوا تفقدوا مركز مكافحه الامراض، بس لوري بيكون رافضه لانهم كده هيكونوا بيجازفوا لانهم مش متاكدين من حاجه، وبيروح ريك مع شين عشان يامنوا المكان، وشين بينصح ريك انه ما يروحش يدور على مركز الامراض عشان كده هيكون بيعرض عيلته للخطر، وبيقول له ريك انا بعمل كده عشان احميهم، هم لو كانوا عيلتك كنت حسيت باللي انا بحس بيه، بس شين بيتضايق وبيقول لريك انا حميتهم وعملتهم زي عيلتي، وريك بيعتذر له بس بيسمعوا صوت حواليهم وبيلفوا في المكان، وبيكون شين مصوب على ريك بس بيرجع في كلامه، وديل بيظهر وبيشوف شين وبيطلع ان هو اللي كان عامل الصوت، وبيروح ريك لباقي المجموعه وبيعرفهم انهم لازم يتحركوا للمركز يمكن يلاقوا حاجه تساعدهم، وبيستعد الكل عشان يتحركوا، بس موراليس بيعرفهم انه مش هيجي معاهم وهيروح يدور على باقي عيلته، فبيقول له ريك يخلي باله من نفسه وبيديله مسدس عشان يحمي عيلته، وبيودعوا بعض وبيتحركوا، وبيسيب ريك رساله مورجان بتعرفه مكانهم، وبيمشوا في طريقهم وبعد شويه بيوقفوا بسبب ان عربيه ديل عطلت، وبيروح شين ودار اللي بنزينه قريبه عشان يدوروا على حاجه تساعدهم، وحاله جيمي بتسوء اكتر وبيكون عايز ريك يسيبه هنا، وبيقول له ريك انت تعبان ومش في وعيك، بس جيمي بيعرفه انه دلوقتي في وعيه لكن بعد شويه مش عارف ايه اللي هيحصل، وبيطلب منه يسيبه هنا، وبيطلع ريك لبره وبيعرف باقي المجموعه اللي جيمي عايزه، وشين مش بيكون موافق بس لوري بتقول لهم احنا لازم ننفذ طلبه، وبيسيبوه على جنب بيودعوه وبيديله ريك مسدس بس بيرفض ياخده وبيقول له انتوا هتحتاجوه، وبيظهر عالم اسمه جينر وبيكون قاعد بيعمل ابحاث عن مرض الزومبي بس بتوع ماده كيميائيه على العينه، وبيحاول يلحقها بس هدومه بتبدا تدوب، وبيجري بسرعه على اوضه التطهير بس المعمل بيولع وبيتضايق عشان دي كانت اخر عينه معاه، وبيوصل ريك وجماعته لعند المركز، وبيشوفهم الدكتور جينر في الكاميرات والباب بيكون مقفول والزومبي بيبدا يظهر وريك بيرفض يمشي، وبيشوف الكاميرا وهي بتتحرك بس بيقولوا انت اكيد بيتهيألك، وبيحاولوا ياخدوه معاهم بس بيكون رافض ومتاكد ان في حد جوه، وبيقعد يترجاه عشان يفتح وبيقول له احنا معانا اطفال ولو سبتنا هنموت، وبيكونوا ماشيين خلاص بس الباب بيفتح وبنرجع للماضي، وبنشوف شين هو في المستشفى وبيحاول يوصل لريك، وبيكون الجيش موجود وبيقتل كل العيانين، وبيدخل شين لعند ريك وبيكون عايز يشيله ويخرج بيه بره، بس الموضوع بيبقى صعب لان ريك عايش على الاجهزه ولو اتشال منها ممكن يموت، فبيضطر شين يسيب ريك بس بيقفل عليه باب الاوضه عشان لو صحي، وبنرجع للحاضر وبيدخلوا المجموعه للمركز وبيقابلوا الدكتور جينر وبيكون معاه سلاح وبيسالهم ايه اللي جابهم هنا، فبيقولوا ريك احنا عايزين فرصه، وبيصعبوا على جينر وبيقرر يدخلهم بس بيعرفوا انهم هيعملوا تحاليل دم، وبيعرفوا من الباب ده لو اتقفل مش هيفتح تاني، وبياخدهم عشان يعملوا التحاليل، وبيسالوا ريك عن باقي الدكاتره فبيعرفوا ان مفيش غيره هنا، وبيعمل لهم كلهم تحاليل وبيتاكد انهم تمام، وبيعرف انهم ما اكلوش بقالهم فتره، فبيعمل لهم وليمه وبياكلوا ويشربوا وهم مبسوطين،
وشين بيسأل جنر عن اللي كانوا شغالين هنا، فبيعرفوا جنر ان الوضع اول ما بدأ يسوء مشوا عشان يكونوا جنب عيلتهم، والباقيين لما لقوا الجيش بدأ يحاصر المكان بدأوا يهربوا، واللي اتبقى منهم انتحروا واحد ورا التاني. وبيخلصوا اكل وبياخدهم جنر على اوضهم، وبيعرفهم ان الطاقه فاصله في الاوض بس شغاله في باقي الاماكن، وبيقول لهم ما يستخدموش ميه سخنه كتير، وبيفرحوا اول ما بيسمعوا ان في ميه سخنه وبيستحموا وهم مبسوطين. وبيروح شين لعند لوري وكالعاده بيكون هتسيبه وتمشي، بس شين بيوقفها وبيسالها هي ليه بتعمل كده، فبتقول له عشان هو ضحك عليها وقال لها ان جوزها ميت. بس شين بيعرفها انه راح للمستشفى وحاول يسمع نبضات قلبه بس ما سمعش بسبب ضرب النار، وان مرضاش يقول لها كده عشان يحميها لانها لو عرفت ان ريك لسه عايش مش هترضى تمشي معاه. وبيقول لها انا بحبك، وبيكون شارب وبيحاول يقرب منها بس هي بتخربشه في رقبته. وبيجي تاني يوم وبيقعدوا يفطروا مع بعض، وبيجي الدكتور وبتقول لاندريا احنا مش جايين هنا عشان ناكل، فبياخدهم الدكتور ويفرجهم على نشاط مخ الشخص اتعدى بس لسه ما اتحولش، وبتظهر الموجات العصبيه وبتتحرك في المخ وبتفضل تقل لحد ما المخ بيفصل خالص. بس بعد فتره بيرجع جذع المخ يشتغل، وده المسؤول عن التحكم في حركه الانسان. فبتسال اندريا جنرال لو قدر يوصل لحاجه، فبيعرفها جنرال انه بيحاول بقاله فتره بس لسه ما وصلش، وبتساله لو في اماكن تانية شغاله على الموضوع ده، فبيعرفها ان وسائل الاتصال عنده متدمره ومعزول عن العالم بقاله شهر. ودي اللي بيقول لجنرال معلش على المقاطعه بس هو ايه العد التنازلي ده وايه اللي هيحصل لو وصل للصفر. فبيقول له دكتور جنرال المولدات هتفصل، فبيقول له ديل ايوه وده معناه ايه، بس جنرال مش بيرد. فبيساله الكمبيوتر فبيعرفوا ان هيتم تطهير المكان، فبيجري ريك بسرعه وبينزل عند المولدات تحت ويلاقي البنزين قرب يخلص والنور بيقطع، وبيظهر جنرال وهو ماسك صوره مراته وبيكون حزين ويقول لها انا عملت كل اللي اقدر عليه. والانذار بيشتغل في كل مكان والبيبان بتبدا تقفل، وبيقول لريك لجنرال يفتح الباب، بس جنرال بيقول الموضوع ده مش في ايدي وانه تلقائي وانا قلت لك وانت داخل. وبيساله ريك ايه اللي هيحصل لو الوقت خلص، فبيقول له جنرال ان المكان ده فيه سلالات لامراض تقدر تقضي على نص الكوكب، عشان كده المكان ده مصمم ان اول ما الوقت يخلص يتم تدميره ذاتيا، وكل الموجودين بيتصدموا من الكلام ده. ودرل بيحاول يفتح الباب وشين بينضم ليه وكل الموجودين بيساعدوه، وجنرال بيحاول يقنعهم انهم يفضلوا هنا ويموتوا وانهم كده كده مش هيحسوا بحاجه احسن ما يخرجوا بره ويتعذبوا، وبيعرفهم ان الباب ده ضد الصواريخ. فبيتعصب درل وبيكون عايز يضربه فبيمنعوه، وريك بيقول له انت بتكذب واكيد في امل والا كان زمانك هربت مع الباقي. فبيعرفهم جنرال ان المصاب اللي شرح لهم عليه دي كانت تبقى مراته، وانها كانت مديره المكان هنا وذكيه جدا بس اتصابت بالمرض، عشان كده هو فضل هنا عشان يحاول يوصل لعلاج. وبيبص جنرال لريك وبيقرر يفتح لهم الباب، بس قبل ما ريك بيمشي بيقول له جنرال سر، واول ما بيسمعوا ريك بيتصدم وبيتحرك للكل عشان يمشي، وجاكي واندريا مش بيكونوا راضيين يمشوا، وديل بيحاول يقنع اندريا انها تيجي معاه وبتقول له خلاص هي راحت، وبتكون قصدها على اختها ايمي. وبيوصلوا عند الباب ومش بيكون راضي يفتح، وبيقعدوا يحاولوا بس كارول بتطلع قنبله لقيتها في هدوم ريك وبيستخدمها ريك وبيفتح الباب، وديل بيقرر يفضل مع اندريا، وبيخرج ريك وجماعته وبيقعدوا يقتلوا في الزومبي لحد ما بيوصلوا عند العربيات، وبيظهر ديل واندريا ويكون اندريا غيرت رايها بس مش بيحاولوا يركبوا العربيه والمكان بيتفجر، بس مش بيحصل لهم حاجه وبيركبوا العربيه وبيتحركوا كلهم. وبكده خلص الجزء الاول من مسلسل ذا ووكينج ديد. لو عايزين تشوفوا الاجزاء الباقيه ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. يلا سلام.